السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء طلاب قناة عالم الرياضيات مع مس مديحة حمدي. النهاردة بإذن الله أبدأ بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. هنبدأ أولى حلقات حل كتاب التقييمات من أداء صفي وواجب منزلي وحتى التقييمات الأسبوعية. تابعوا معانا. ناقش هنا مع معلمك وزملائك صحة التناسب التالي إذا كانت A و B و C و D كميات متناسبة. أول حاجة هنا الكمية الأولى دي بتبين لي إيه؟ بتبين لي هنا أو بتفصل لي اللي هو خاصية المعكوس الضربي أو قلب التناسب. المعكوس الضربي أو مقلوب التناسب. طيب يعني ايه ده يا حبايبي؟ هي المفروض تكون الكميات هتكون هنا A على B بيساوي هنا A على B بيساوي C على D. فما هنا جيت انا عكست هنا قلت ال B على ال A بتساوي ال D على ال C. هي دي اسمها خاصية المعكوس الضربي او مقلوب التناسب، ان انا بقلب قيمة المقدار اللي هو بتاع المقام بخليه بسط، والبسط هنا بخليه مقام. تمام كده؟ او بقلب هنا الطرفين. طيب بالنسبة للتاني إذا دي هي صحيحة. بالنسبة للتاني هنا بيقول A على C بيساوي D على B. الإجابة دي أيضا صحيحة، وهي تعني هنا أهم خاصية من خاصيات التناسب عندي، وهي خاصية المقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. تناسب حاصل قسمة المقدمات يساوي حاصل قسمة التوالي. يعني هنا عندي ال A على C. تمام، جمع هنا ال A على C وجمع هنا ال D على ال B. أيضا دي هي إجابة صحيحة، اللي هو مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي. مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي. طيب بالنسبة هنا ل A زائد C على B زائد D يساوي A على B. الخاصية دي مهمة جدا، وهي بتفسر إحدى خواص التناسب، اللي هو مجموع هنا المقدمات على مجموع التوالي يساوي إحدى النسب. مجموع المقدمات على مجموع التوالي يساوي إحدى النسب. يعني هو هنا جمع ال A زائد ال C وجمع كمان ال B زائد ال D، ادتنا هنا ال A على ال B، ومسائل بتيجي عليها ايضا. طيب هنبتدي هنا في حل النشاط هنا رقم 2. نشاط رقم 2 هنا بيقول عندنا ايه؟ بيقول في فصلك وطلاب مشتركين في نشاط كرة القدم، و15 طالب مشتركين في نشاط المسرح. فكم طالبا يجب أن يشترك في نشاط كرة القدم لتصبح النسبة ما بين عددي الطلاب المشتركين في هذا النشاط كرة القدم ونشاط المسرح بنسبة 3:2؟ احنا بنأخذ المسألة من أولها وبنشوف هو هنا طالب مني ايه في النشاط. فطبعا هنا في الحل هنقول عدد المشتركين الحاليين في كرة القدم وهما 9 طلاب. أنا عندي 9 طلاب، 9 كرة قدم. عندي كمان هنا بيقول هنا 15 هنا مشتركين هنا في المسرح. هنا عندي عدد الطلاب المشتركين في كرة القدم 9 طلاب، عدد الطلاب المشتركين في المسرح 12 طالب. النسبة المطلوبة اللي هي نسبة 3 هنا إلى 2، اللي هي نسبة الطلاب بتاع كرة القدم إلى المسرح. فده اللي هو مطلوب. أول حاجة في الخطوات، أول شيء هنفرض هنا إن نسبة الطلاب بتوع كرة القدم، نفرض أن طلاب كرة القدم
هنفرضه هنا بتسعة زائد اكس، هنفرضه باكس وهنضيف التسعة زائد اكس، هتبقى تسعة زائد عندي هنا اكس وليكن اي رمز، مثلا هنقول هنا تسعة زائد اكس. تمام، ده هنا طلاب كرة القدم، النسبة المطلوبة دي هنا فوق اللي هي نسبة 3:2. وهنفرض هنا ان طبعا عدد طلاب كرة القدم 9 زائد اكس، وهنعمل هنا المعادلة بتاعتنا او التناسب بتاعنا. هنقول هنا 9 زائد اكس على 15 بيساوي عندي هنا 2 على 3 بضرب هنا طرفين في وسطين، فهنقول هنا 3 في 9 هنا ب27 زائد هنا 3 اكس بتساوي هنا 15 في 2 هتساوي عندي هنا 30. هنجيب هنا ال27 من الناحية التانية بعكس اشارتها يبقى ناقص 27، يبقى هنا عندي 3 اكس بتساوي هنا 30 ناقص 27 هتساوي عندي هنا 3، وهنقسم هنا على 3 وهنقسم هنا على 3، اذا قيمة الاكس هتساوي عندي هنا 1 صحيح. اذا الاجابة ان هو يشترك طالب واحد فقط اضافي في نشاط كرة القدم ليصبح العدد 10 وتكون النسبة 10 الى 15 والتي تساوي 2 الى 3، يعني النسبة هتبقى 10 الى 15 وهي هنا بتساوي 2 الى 3. طبعا لو احنا هنا قسمنا هنا على ال3 قسمنا هنا على ال5 واحنا هنا قسمنا على ال5، عشان كده طلعت لنا النسبة 2 الى 3، وده كان حل النهائي بتاع المسألة. بيقول في المثال ده انا عدد اسمي الثالث المتناسب للأعداد التالية 4 و5 و10، من أنا؟ احنا عارفين ان هنا الثالث المتناسب ده معناته ان هنا النسب 4 و5، يبقى الثالث بتاعهم هنا هنفترضه مثلا ان هو اكس. الثالث هنا هنعتبره ان هو اكس معانا. تمام، فهنفرض ان العدد ده اكس وان الرقم الثالث ده اكس 4 و5 واكس و10، وهنبتدي نعمل التناسبات بتاعتنا. تمام، هنعمل هنا 4 على ال5 يساوي هنا عندي اكس على ال10، وبنبتدي ان احنا بنضرب تحاصل ضرب طرفين هنا في وسطين، فهنقول هنا دي في دي ودي في دي هتساوي هنا 5 اكس هتساوي 40. 40 هنا هنقسم على ال5 وهنا هنقسم على ال5، اذا قيمة الاكس هنا هتطلع 40 على ال5 هتطلع فيها هنا ال8، اذا العدد الناقص عندي هو 8، وده كان حل المثال الثاني عندنا. نيجي هنا للواجب المنزلي. هنا الواجب المنزلي بيقول اوجد الثالث المتناسب للكميات الآتية. ايضا دي مثل المسألة اللي هي كانت قبل كده، احنا هنفرض هنا ان الثالث المتناسب هنا باكس. نفتح الصفحة، هنقول هنا بفرض ان الثالث المتناسب طبعا باكس، وهنكتب التناسبات بتاعتي عادي جدا، هنكتب الارقام اللي موجودة عندي. تمام، وهضيف الثالث المتناسب اللي هو هيعتبر ان هو اكس، فهنقول هنا الكميات الموجودة عندي 12. الكميات الموجودة عندي هي 12، وعندي كمان اكس عندي هنا 12 وعندي هنا، يبقى انا كده حطيت النسب بتاعتي، فانا هقول هنا 12 هعمل هنا 12 على 28، وهعمل هنا اكس على 35، وهنضرب هنا حاصل ضرب طرفين في وسطين، او نقول اكس بتساوي 12 في 35 على 12 في 35 على 28، هيطلع الناتج عندي هنا 15. تمام، يعني هيطلع هنا 15
يعني قيمة الاكس او قيمة المجهول هنا هتساوي عندي هنا 15. نشوف هنا السؤال التاني بيقول ايه. بيقول هنا إذا كانت y إلى x يساوي 2 إلى 5 فأوجد قيمة 10x زائد 3y إلى 5x زائد 2y. طيب مسألة زي كده هنا تتحل ازاي؟ النسب الموجودة عندنا هنا x إلى y ب2 إلى 5 و10x زائد 3y إلى 5x زائد 2y. أول شيء احنا هنا في المسألة طبعا هنا بنوجد النسب اللي هي x إلى y 2 إلى 5 بنسويهم هنا بثابت تناسب. يعني هنا هنقول إني الواي هنا هتساوي عندي بقيمة 5 m مثلا او 5 k، اي نسبة احنا هنا بنفترضها تمام بنسبة ثابتة 5 k او m او اي حاجة. تمام كده، دي النسبة اللي احنا هنا بنفترضها فيها. الواي هتساوي النسبة اللي موجودة عندي y تساوي y هتساوي عندي 5 m او k او اي نسبة احنا بنفترضها. تمام، عندي كمان هنا نفترض برضو اني هنا الاكس هتساوي x عندي هتساوي 2 m ايضا. تمام، يبقى انا فرضت نسبة هنا ثابتة همشي عليها في المسألة كلها او هعوض عنها في المسألة كلها. ننتقل ونعوض بقى في المسألة اللي عندنا. فانا هقول هنا 10 نفتح قوس، انا هضربها هنا في 2 m. تمام، نقفل القوس ثاني وبعد كده هقول زائد، هقول هنا عندي التلاتة انا هضربها في الواي 3. قيمة الواي عندي هنا ب2 m، هنقول هنا 2 m وهنقفل القوس وهنقول هنا دي النسبة الاولى اللي موجودة عندي. تمام، هتساوي النسبة الاخرى وهي عندي عندي هنا اهو طبعا هنضربهم هنا في بعض هيطلع لنا النسبة 10 في 2 هيبقى ب20 m، هتبقى زائد النسبة الاخرى 3 في 2 هنا هتطلع عندي ب6 m. تمام، دي النسبة الاولى. هننتقل هنا للنسبة التانية اللي هنعوض عنها اللي هي عندي 5. الخمسة هنا احنا هنضربها الخمسة هنا عندي في 2 m علشان هي هنا مضروبة في y وهنقفل هنا القوس زائد 2y 2 هنضربها في قيمة الواي اللي هي 5 m هتبقى هنا 5 m عندي. هنقفل هنا القوس، الناتج هيطلع عندي هنضرب 5 في 2 هنا هتطلع ب10 m زائد 2 في 5 ايضا هنا لا هنا في خطأ، احنا بنضرب النسبة دي هنا في x، اسفة الاكس هنا عندي هنا ب2. تمام، والواي عندي هنا ب5. لا تمام هي مظبوطة، دي 5 وهنا الاكس عندي هنا ب2 والواي هنا عندي ب2 والاكس هنا عندي ب5. تمام، النسبة هنا الواي عندي هنا ب5. تمام، النسبة مظبوطة، يبقى هي طلعت عندي هنا 10 زائد 10 m زائد 10 m. وبعدين كل اللي هنعمله ان احنا هنقول هنا النسبة اللي موجودة عندنا دول جمعهم كام ودول جمعهم كام ونقسمهم هنا على بعض. يعني هنا هتطلع الجمع عندي هيساوي هنا عندي 26 هنا 20 زائد هنا 15 3 في 5 هنا ب15 3 في هنا هيطلع عندي الناتج 35 m و20 m.
تمام كده. يبقى انا كده طلعت هنا الناتج. هبتدي ان انا هنا هقسمه على بعض علشان خاطر اطلع النسبة المطلوبة. فانا هنا لو قسمت هقول هنا 35. طبعا هنا الام هنا هتطير مع الام. هقول النسبة اللي هي هتصبح هنا 35 على 20. لو قسمنا هنا على 5 وهنا على 5، لو قسمنا هنا 35 على 5 فيها 7، و20 على 5 هنا فيها 4. يعني النسبة عندي هنا 7/4. وده كان حل النهائي بتاع هنا المسألة الموجودة عندنا. أرجو يا حبايبي أنكم تكونوا فهمتوا شرح المسألة. يبقى أول شيء احنا افترضنا أني هنا عندي الواي ب5 ام والإكس ب2 ام، يعني فرضناه بثابت. تمام كده. يعني هنا لو احنا كنا عملنا كنا هنقول هنا الاكس على الواي واثبتنا هنا الناتج النهائي. نشوف المسألة هنا اللي بعدها. بيقول اوجد العدد الذي اذا اضيف الى كل من هذه القيم تصبح اعداد متناسبة. احنا هنفرض طبعا ان العدد عندنا ده في اكس. احنا دلوقتي هنفتح صفحة هنا فاضية وهنقول فيها ان احنا بنفرض ان العدد ده باكس. نفتح صفحة فاضية تمام زي ما موجودة عندنا. نفتح صفحة فاضية زي ما موجودة عندنا هنا. فاحنا هنقول هنا ان احنا هنفرض ان العدد ده وليكن اكس. نفرض ان العدد، نفرض ان العدد يساوي عندي، نفرض ان العدد هنا، نفرض ان العدد يساوي عندي هنا طبعا اكس او واي او اي شيء. تمام كده. مادام فرضنا ان العدد ده كده، هنبتدي نحط النسب هنجمعها مع الرقم ده. يعني انا عندي النسب هنا 18، فهقول هنا 18 زائد اكس. تمام. النسبة اللي بعدها هتكون هنا 11 زائد اكس. النسبة اللي بعدها هنا هتكون عندي 12 زائد اكس زائد اكس. والنسبة اللي بعدها هتكون هنا عندي 7 زائد اكس. انا كده حطيت النسب بتاعتي وهبتدي ان انا هنا اقسمهم هنا على بعض. تمام كده علشان خاطر اطلع هنا الحل المناسب او التناسب ما بينهم. طيب هنبتدي هنا نقسم. هنقول 12، هنقول 18 زائد اكس. نشد هنا شرطة كسر. تمام. علشان نحط النسبة اللي بعدها. تمام. نعمل شرطة كسر كده. هنحط النسبة اللي هي، نكتبها هنا من تحت. هنحط النسبة اللي هي 12 عندي. تمام. ننزل تحت هنقول هنا 11 زائد اكس. 11 زائد اكس. تمام. وبعد كده هنيجي هنا هنكتب طبعا هنساويهم ببعض. هنقول هنا يساوي، هنحط النسبتين التانيين عندها هنا بشوية، بعدها هنا بشوية. هنقول هنا يساوي النسبة الأخرى. هنمد هنا شرطة كسر وبرضو هنكتب النسبة التانية اللي موجودة عندي وهي عندي 12 زائد اكس. هنا هنلخبط النسب مع بعض، نكتبها عادي. 12 زائد اكس عندي هنا هنقول 12 زائد اكس هتساوي على النسبة التانية 7 زائد اكس. 7 زائد اكس
وهنبتدي احنا هنحطهم هنا في اقواس علشان خاطر تبقى النسب هنا مظبوطة. هنكتب علشان خاطر نضرب 18 حاصل ضرب طرفين هنا في وسطين. تمام، لازم نحط كل واحدة فيهم هنا في اقواس علشان كل نسبة هنا تحتفظ بالكمية بتاعتها هنا في عملية الضرب. هنفتح قوس هنا مع بعض ونكتب فيه النسب بتاعتي اللي موجودة. نفتح قوس، هنكتب النسبة الأولانية اللي هي 18 زائد اكس. تمام، هنقفل القوس، هنفتح قوس تاني وهنكتب النسبة اللي بعدها أو المضروبة فيها اللي هي هتكون هنا 7 زائد اكس. تمام، نقفل القوس وهنحط هنا ما بينهم علامة يساوي، وهنبتدي نضرب النسبتين التانيين حاصل ضرب طرفين في وسطين. هنقول هنا 11 زائد اكس. تمام، نقفل القوس، نفتح قوس تاني وهنقول هنا 12 زائد اكس. 12 زائد اكس، ونقفل هنا الأقواس. هنبتدي نضرب بقى هنا، هنقول النسبة الأولى بنبتدي نضرب الرقم ده مرة هنا في 7 مرة هنا في الاكس ذات نفسها. فهنبتدي نضرب هنا النسب مع بعض. هنقول هنا 18 هنا في 7 هتطلع لنا هنا النسبة 126. 126 وهنا زائد 18 في اكس ب18 اكس. هنبتدي نضرب الاكس دي مرة في 7 ومرة هنا في الاكس. هنقول 7 في اكس اللي هي ب7 اكس واكس في اكس اللي هي باكس تربيع يساوي. هنبتدي نضرب النسبة التانية ايضا 11 هنا في 12 132. 132 زائد 11 في الاكس هتبقى 11 اكس زائد عندي اكس في 12 ب12 اكس زائد اكس في اكس باكس تربيع. جه وقت ان احنا هنا ناخد الحدود المتشابهة مع بعض ونحذف الارقام اللي هي متشابهة. يعني لو الاكس دي انا وديتها من الناحية التانية للاكس التانية هتبقى اكس ناقص اكس، يبقى الاكس كده راحت هنا مع الاكس. هنبتدي ان احنا هنجمع النسب الاخرى دي. تمام، الاولى او التانية هتدينا هنا 125 اسفة 126 وهنا 17 و18 هتدينا هنا 25. يعني النسبتين دول هنا عندي ب25 اكس وهنا زائد 126 او نكتب هنا ايوه 126 هتساوي عندي النسب التانية لو انا هنا جمعتها 132. 132 زائد عندي هنا 23. تمام، اكس. هنبتدي هنا دي هنجيبها من الناحية الاخرى يعني 26 بعكس اشارتها وهنبتدي نطرحها. اذا هنا عندي وايضا الاكس 25 ناقص 23 هيبقى هنا عندي 2 اكس بتساوي 6. هنا انا هقسم على الاتنين، قيمة الاكس هتساوي عندي هنا 3 وهو ده الحل النهائي للمسألة. فهنا طبعا هنساويهم بمقدار ثابت. يعني السي عندي ممكن تبقى هنا بدي ام لو احنا سويناها هنا بمقدار ثابت دي ام. ماشي، وعندي هنا ال A هتساوي بي ام. ال A هتساوي عندي بي ام. تمام، وهنبتدي بعد كده هنشتغل هنا على المعادلة الأولى اللي هي ال A زائد ال B. A زائد ال B. A زائد ال B. تمام، على عندي هنحط هنا شرطة كسر هنقول على ال B
هنا على البي. تمام. هنبتدي نشتغل هنا على الطرف الايمن ونحل محل الحاجات اللي هي موجودة فيه. ال A عندي هنا طبعا عندي هنا بي ام زائد ال B عندي بي بس مش هنقرب عليها. طيب عندي هنا ال B الاخرى اللي هي مقسومة عليها بي ايضا، بي ايضا. تمام. اذا هنا هتساوي، لو خدنا عامل مشترك اللي هو البي فتحنا قوس، هيفضل هنا ام زائد واحد. تمام. وهنا البي اللي هي موجودة تحت هتشطب مع دي، اذا الناتج هيطلع ام زائد واحد. هنبتدي هنا في الطرف الايسر، هنقول هنا الطرف الايسر عندي هنعوض عنده ايضا بالحاجة المطلوبة. فانا عندي هنا الطرف الايسر بيساوي السي زائد الدي على الدي. هنبتدي نعوض هنا في السي اللي هو بدي ام زائد الدي عندي بقيمته الدي، وهنا هنقسمه هنا على الدي. تمام. هنبتدي ناخذ العامل المشترك اللي هو هنا الدي ونفتح قوس، هيفضل ام زائد واحد على الدي. هنا ايضا هتشال هنا الدي مع الدي دي، هيفضل هنا ام زائد واحد. اذا الطرف الايمن هنا ساوى الطرف الايسر. ده بالنسبة هنا للمطلوب الاول. انا قدرت ان اساوي الطرف الايمن بالايسر. نمسح ونشوف هنا المطلوب الثاني او المسألة الثانية المقابلة ليها. هو عايز يثبت ايضا هنا اني 4 عندي بي زائد 7 عندي دي على 4A زائد 7C. تمام. ده بالنسبة هنا للطرف الايسر. ايضا بنفس الكميات اللي احنا عوضنا عنها، ان هنا طبعا زي ما اتكلمنا وقلنا ان السي عندي هنا بتساوي، السي عندي هنا بتساوي زي ما اتفقنا في بداية المسألة، لان 2 1 السي عندي بتساوي دي ام. وايضا قلنا ان الاي هتساوي بي ام، هتساوي بي ام. تمام. فاحنا برضو هنعوض عن النسب دي اللي موجودة عندنا، وكتبنا طرف من الاطراف اللي عندي، وهنبتدي ان احنا نعوض عنها في المسألة. تمام. نحول هنا للقلم، هنبتدي نكتب هنا يساوي 4 عندي البي زي ما هي زائد عندي 7 دي. تمام. زي ما هي هتتكتب. اما هنا 4 انا هضربها في الايه اللي هي دي ام. تمام كده. زائد 7 سي، والسي عندي هنا بدي ام، هنا الاي بي ام ببي ام، وهنا السي بدي ام. طيب هنبتدي بعد كده ان احنا نحلل القيم الموجودة. هنا 4 بي زائد 7 دي، دي هتتكتب زي ما هي، وهنا 4 و7 ام. هناخد الام هنا عامل مشترك، اللي هيفضل من هنا 4 بي زائد 7 اللي هيوجد عندي دي. تمام. هلاقيها نفس النسبة اللي من فوق بالظبط، فهشطب النسبة دي مع النسبة دي، اذا الناتج هيفضل عندي ام. هننتقل للمطلوب الاخر او الطرف هنا عندي الاخر. طيب هنبتدي نعوض عنه برضو بالنسب الموجودة. لازم الطرف الايمن هنا يساوي الطرف الايسر. هنشوف هو قايل ايه. الطرف التاني هو عبارة عن 5 بي زائد عندي هنا 7 دي. تمام. عندي هنا 5، ايوه 5 ده الطرف الايسر، ناقص 8 دي، اسفة ده هنا 8 دي. تمام. وهنا 5A زائد موجودة عندي زائد 7A، 5A ناقص 8C.
8 سي، هنا علامات ناقص مش زائد. تمام، هيساوي، هنبتدي نكتب النسب دي زي ما هي، 5 بي ناقص 8 دي، والنسبة اللي بعدها اللي هي 5 ايه 5، وهنبتدي نعوض عن النسبة اللي هي بتاعة الايه دي ام، زائد هنا النسبة في السي دي هنا بي ام، وهنا السي هتبقى 8 وهتبقى 8 دي ام. هنبتدي نجيب هنا العامل المشترك اخر شيء، هنا طبعا 5 بي ناقص 8 دي هتتكتب زي ما هي، وهنبتدي نعوض هنا الام هناخدها كعامل مشترك، هيفضل 5 بي زائد 8 دي نفس النسبة اللي موجودة عندي فوق. لو احنا شطبنا ديت مع دي هيفضل برضو ايضا عندي هنا الام. اذا كده الكميات في حالة تناسب. وبكده حلينا هنا معايا هنا المسألتين الخاصة بالكميات المتناسبة. اخر مسألة عندي بقى بتقول ايه؟ اخر مسألة عندي بتقول اذا كانت اكس على 2 وواي على 4 وزد على 5 وكانت هنا اكس زائد واي ناقص 2 زد يساوي 12، فاوجد قيمة زد. طيب النسب دي ايضا برضو هسويها هنا بثابت هنا تناسب. هنفتح عندي هنا صفحة فاضية وهنحاول هنا نساوي دول بثابت تناسب، وليكن ام ايضا او كي، اي نسبة انت بتفرضها بتكون نسبة صحيحة. تمام، فهنقول هنا الاكس على 2 هيساوي الواي على 4 هيساوي هنا الزد على 5. هنساويها مثلا هنا، خليها هنا بام، يبقى الاكس هتساوي 2 ام والواي هتساوي 4 ام والزد هتساوي 5 ام. وهنبتدي نعوض هنا في القيمة المعطاة اللي موجودة عندي اللي هي اكس زائد واي ناقص 2 زد اكس زائد واي. فانا الاكس عندي هنا طبعا الاكس عندي موجودة هنا، اكس عندي اكس زائد واي ناقص 2 زد بتساوي 12. فاحنا هنبتدي نعوض عن كل نسبة موجودة عندي. فنسبة الاكس هنا طبعا ده كله هنا بيساوي 12، فاحنا هنقول ان النسب دي هنقسمها وهنقول هنا 12 على الاتنين هيطلع هنا فيها 6، يبقى هنقول 6 ام. النسب دي لو انا حطيتها وقلتها مثلا 2 ام زائد 4 2 ام زائد 4 ام، وهنا عندي ناقص 2 في 5 2 في 5 5 ان هي النسبة بتاعتنا الاخرى هتساوي عندي النسبة الثالثة. اذا هنبتدي نقسم كل نسبة هنا اهو فيهم. هنقول هنا 12 على الاتنين هيساوي عندي 6 ام زائد لو قلت هنا 12 على الاربعة تمام كده هيساوي عندي 3 ام، والنسبة الثالثة اللي هي 2 في 5 هنا عندي طبعا موجودة هنا ب10. فهنقول هنا النسب هتساوي، اذا هنقول هنا طبعا 2 و4 هتبقى هنا 6 ام، هنقص ناقص 10 ام، هيطلع هنا الناتج معايا سالب 4 ام سالب 4 ام. طبعا سالب 4 ام دي هنا هنسويها بالنسبة اللي موجودة واللي هي هنا 12. فانا لو قسمت هنا 12 على 4 على سالب 4 هتساوي عندي هنا سالب 3. تمام، وده كان هي النتيجة او القيمة اللي هي مطلوبة عندي. تمام، والمسألة هنا طلبت قيمة زد طبعا فقط. نحن نعرف طبعا ان في البداية ان زد طبعا بتساوي 5 ام، احنا عارفينها من البداية. فاحنا هنقول هنا اذا قيمة الزد، نعملها بكلر تاني، قيمة الزد. فانا هنا هشيل هنا هشوف الزد هنا عندي بكام.
الزت هنا عندي ب5. ال5 دي انا هضربها هنا في -3 اللي هي قيمة الام، لان الام طلعت في النهاية زي ما قلنا ب3. 5 في -3 هتدينا هنا عندي طبعا هنا 15. 5 في 3 هنا ب15 بس هنا بالسالب. تمام. وابقى كده انا طلعت. اذا كان هو طالب مني بقية القيم، طبعا احنا هنشيل الام مثلا بدل الاتنين، هنحط هنا بدلها هنا -3. هتطلع القيمة عندي هنا ب6. ولو انا شلت هنا وحطيت -3 هتطلع الواي هنا عندي هنا ب12. وديني كده جبت القيم سواء للزد او الاكس او الواي. تمام. وعوضنا. بعد ما احنا ممكن نعوض هنا في المسألة، نعوض طبعا هنا ب6 و12. يعني ممكن نكتب النقطة دي هنا. تمام. ارجو ان الشرح ده يكون اتفهم. نكتب النقطة دي هنا. لو احنا عايزين النسب دي تمام نجمعهم مع بعض، هنقول هنا -6. هنقول هنا عندي -6. ممكن انا ابدل هنا النسب اللي هي موجودة عندي. لو كان هو طالب مني جمع دول هنقول هنا -6 زائد هنا هنا 12. وعندي كمان هنا ناقص 2 في هنا 15. النسب اللي موجودة عندي بتاعتهم. اذا هنا هنقول -18 زائد 30 هيساوي 12. تمام كده. وهو كده انا اتأكدت اني هنا الحل بتاعي صحيح، لاني انا عوضت بالنسب اللي انا طلعتها بتاعة الاكس وبتاعة الواي وبتاعة الزي. تمام. طلعت لي القيمة هنا 12 زي ما هو حطها لي. تمام كده. يبقى انا كده اتأكدت من جميع النسب. بس هو بيقول لي هنا اوقد قيمة ذات، يعني احنا كفاية لغاية قيمة ذات. بس انا بوريكم حبايبي ان احنا ازاي بنتأكد ان المسألة بتاعتنا هنا صحيحة. وبكده خلص حل الاداء الصفي والاداء المنزلي. كان معكم مس مديحة حمدي من قناة عالم الرياضيات. انتظروني في الدرس الثاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.